واش في خبارك ان المغرب كان عنده اكبر مستشفى مختص بالامراض الصدريه في العالم انذاك؟ Oh my god! Wow! Oh my god! المستشفى الاسم ديالو بن صميم دار سنة 1948 بقرية بن صميم موجودة في إفران، والاسم ديالها بن صميم ودار عليها. وداروه الاحتلال الفرنسي على مساحة إجمالية كتقدر ب80 هكتار. 80 هكتار كيتكون من 8 ديال الطوابق و400 ساري، بمعنى آخر مجهز أحسن تجهيز في ذاك الوقت. عرفتي علاش دار؟ اجي نقول لك علاش دار. كان واحد الفرنسي مقيم بالمغرب، فيه واحد المرض خطير بما يسمى بالسل، ومعدي وما كانش عنده علاج في ذاك الوقت. طلبوا منه الاطباء يغادر المدينه باش يمشي ما يعاديش الناس. من بعد قرر يمشي يستقر بمدينه بن صميم. من بعد لقى انه نهار بعد نهار كيتحسن، وان المرض ديالو كينقص. صافي من بعد مشى عند الطبيب ديالو اللي كان متبع معاه، والطبيب اكتشف ان ما بقاش فيه مرض السل. ديك الساعة حس بأن ديك المنطقة بن صميم هي اللي ساعدته على العلاج، فقرر أنه يمشي يقدم طلب للسلطات الفرنسية بالرغبة ديالو في تشييد مستشفى ابن صميم في المنطقة الموجود فيها لحد الآن. زيدك هادي، كانوا كيزوروا المستشفى من جميع أنحاء العالم لتلقي العلاج. ولكن تم الإغلاق ديالو سنة 1965، من تما لحد الآن هو مغلق. كان السبب حسب ذكر بعض الساكنة اللي ساكنة في المنطقة، قال لك لم يتم التسيير ديالو بالشكل الصحي من طرف المغرب، حيث ديجا هو كان دار في أيام الاحتلال من طرف الفرنسيين. يعني منين استقلنا شدوه المغرب، ومن بعد قال لك لم يتم التسيير ديالو بالشكل الصحيح. صافي. وكيقول واحد الفئة الثانية، وهي من الشائعات اللي كبيرة بزاف، كلشي تيقولها لا بلوبار ديال الناس، وهو تيقول لك انه هاجم على المبنى واحد العشيره ديال الجن، وهاجم على المرضى والاطباء، وهاجم على المبنى بصفه عامه. الشيء اللي ادى الاغلاق ديالو من طرف الدوله بصفه نهائيه، وراه لحد الان ولا مخرب لاقصى درجه. غادي نخليكم واحد الفيديو كيف ولا.